بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ازيكم يا أصحابي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة جاية لكم فيديو جديد وفيديو مفيد. فيديو سهل جدا هتحبوه قوي وهتستفادوا منه وهتقوموا تنفذوه. لو عندك ربع كيلو لحمة، مش نص، ربع كيلو لحمة وبصليتين كده وفلفلاية، هتقومي تعملي أحلى حواوشي طبعا. والعيش عندنا كلنا في البيت. أحلى حواوشي هنعمله وننفذه بأسهل طريقة وأسرع طريقة ممكن تنفذيها. الأول نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما أبدأ أتمنى يعني إنكم تضغطوا لي اللايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل فيديوهات الجديدة إن شاء الله اللي هنزلها. إن شاء الله جاية لكم فيديوهات جديدة وفيديوهات مفيدة جدا هتحبوها قوي وسهلة جدا. أول حاجة عندي طريقة عمل الحواوشي بأسهل طريقة ممكن تنفذيها. عندي نص كيلو لحمة مفرومة، ولو عندك لحمة في التلاجة ممكن تطلعيها وتفرميها. وعندي بصلايتين كده متوسطين، وعندي قرن فلفل بارد، وواحد حامي لو بتحبي الحاجة الحامية. هنحطهم في الكبة ونفرمهم جدا، ونحط ملح وفلفل فقط، مش هحط اي حاجة تانية. لو عندك بهارات حواوشي ممكن تحطيها. كتر البهارات بتخلي الطعم مش حلو قوي، وما بتخليش طعم اللحمة يعني زي الحواوشي اللي هي اللحمة الصافية. فكتر البهارات بتغير طعم الحواوشي. طبعا انا قلبتهم كويس جدا كده، اللحمة والبصل والفلفل والملح والفلفل. طبعا ضربتهم كويس جدا وهعملهم كور بالشكل ده. وهجيب العيش عندي سهل جدا، بفتحه بأي حاجة عندك، بمقص المطبخ أو بسكينة أو بإيدي بالشكل ده علشان ما يبقاش فيه تعقيد يعني في الوصفة. بفتحه وبحط الكورة اللي أنا عاملاها دي، بفردها في الرغيف بالشكل ده. طبعا الحواوشي ولادنا كلنا بيحبوه، واحنا برضو بنحب الحواوشي وطعمه، وبالذات لما يكون في البيت. دلوقتي ما بقيش في حاجة مضمونة بتاعت الشارع. من بعد ما الحاجة غليت ما بقتش في حاجة مضمونة اصلا. بجيب معلقة زيت، بدهن من فوق معلقة ومن تحت معلقة، وبحطه في الصواني بتاعت البوتاجاز او الفرن بتاعتي بالشكل ده. ومبكترش زيت علشان اللحمة فيها نسبة دهون. معلقة واحدة من فوق ومعلقة من تحت، بحيث ان هي تتحمر وتطلع مقرمشة من برا وطرية من جوه زي اللي بنشتريها. وطبعا هتكون احسن بكتير من اللي بنشتريها من برا. لو وصلت لحد كده في الفيديو اتمنى تضغطي لي اللايك وتكتبي لي كومنت كده حلو وجميل زي كده، وعلشان نتواصل مع بعض. واتمنى الاشتراك طبعا في القناة لو مش مشتركة، وتفعلي زر الجرس عشان الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله توصلكوا كده بسهولة. بدهن الرغيف بتاعي زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبحطه في الفرن. بتكون ولعة من تحت بس، عشان من تحت هيديني نفس اللي بنشتريه من برا، ما يبقاش ناشف ويحمر من فوق ومن تحت ويبقى ناشف معايا ومقرمش. بولع الفرن من تحت بس، واول ما بيحمر بالشكل ده بقلبه على الوش التاني. ويبقى الحواوشي بتاعنا سهل جدا واسهل طريقة، وشكله تحفة وطعمه اجمل بكتير من اللي احنا شايفينه. وبكده يبقى وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وسهل وبسيط. وشكرا للمتابعة. اتمنى تضغطوا لللايك وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.